الدرس الأول في الجبر وهو الجذر التكعيبي للعدد النسبي. أولا تعريف الجذر التكعيبي للعدد النسبي. يعني نكتب مع بعض كده تعريف الجذر التكعيبي للعدد النسبي. تمام يا شباب؟ نركز مع بعض في التعريف علشان نفهم التعريف هيقول ايه ونعزز ده بالأمثلة. لو جينا يا شباب قلنا الجذر التكعيبي للعدد النسبي ألف هو العدد الذي مكعبه يساوي ألف. تمام؟ اوعى تتوه، هنشوف دلوقتي مع بعض معنى الكلام ده ايه. يرمز له بالرمز اللي هو ده يا شباب. تمام؟ زي الجذر التربيعي، بس بنحط على دليل الجذر هنا التلاتة، يعني دلالة على التكعيب. تمام؟ طيب واحد يسألني يقول لي يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده لو انا هسألك سؤال هقول لك الجذر التكعيبي ل8 مثلا. تمام؟ هتروح سأل نفسك سؤال: ما هو العدد الذي مكعبه يساوي 8؟ سألت نفسك السؤال، جاوب بقى. العدد اللي مكعبه 8، يعني ايه الكلام ده؟ نترجمه رياضة، يعني كام أس 3 يساوي 8؟ برافو، هتقول لي 2. 2 أس 3 يساوي 8. يبقى العدد اللي مكعبه ب8 اللي هو 2. يبقى إذا الجذر التكعيبي ل8 يساوي كام؟ يساوي 2. تمام كده يا شباب؟ طيب ركز كده معايا. لو قلت لك الجذر التكعيبي لسالب 8 هيساوي كام يا ترى؟ فكرت؟ شوف العدد اللي مكعبه يساوي سالب 8. برافو. واحد يقول يا أستاذ أهو سالب 2 تكعيب بيساوي سالب 8. إذا الجذر التكعيبي لسالب 8 هيساوي سالب 2. برافو عليكم، شاطرين. طيب هناخد سؤال تفاعلي دلوقتي ونكمل بعض الملاحظات، وبعد كده ندخل على حل الأمثلة والتمارين. تمام؟ يلا هنشوف السؤال التفاعلي مع بعض ونشوف المسألة اللي هتتعرض. السؤال هنا يا شباب بيقول الجذر التكعيبي ل27 هيساوي نقط. الاختيارات اللي معانا: هل يساوي 2 أم يساوي 3 أم يساوي سالب 2 أم يساوي سالب 3؟ ندور يا شباب على العدد اللي مكعبه يساوي 27، يعني كام أس 3 يساوي 27. في ملاحظات يا شباب هنعرفها مع بعض قبل ما نشتغل في حل المسائل على الجذر التكعيبي. هنكتب كده ملاحظات ونركز مع بعض. تمام؟ أول ملحوظة معانا يا شباب: الجذر التكعيبي للعدد النسبي الموجب يكون موجبا. يعني لو عندي عدد نسبي موجب الجذر التكعيبي بتاعه بيكون موجب، يعني ما تحت الجذر موجب يبقى الناتج موجب. تمام؟ زي كده يا شباب، يعني مثلا الجذر التكعيبي ل8 يساوي 2. تمام يا شباب؟ الملحوظة الثانية:
الجذر التكعيبي. انا سامع واحد شاطر كده اهو بيقول لي يا استاذ اهو للعدد النسبي السالب يكون سالبا. برافو، تمام. مثال نفس العدد اهو، بس هنحط سالب، يبقى جذر التكعيبي لسالب 8 هيساوي كام؟ سالب 2. طبعا هنا 2 تكعيب يساوي 8، هنا سالب 2 تكعيب يساوي سالب 8. تمام كده يا شباب؟ طيب دي كانت تاني ملحوظة معانا. الملحوظة رقم 3، الجذر التكعيبي للعدد صفر بيساوي كام؟ بيساوي صفر. ليه؟ لأنك عندك صفر أس 3 بيساوي صفر، فبالتالي الجذر التكعيبي لصفر بيساوي كام؟ صفر. تمام. ايه الملحوظة رقم 4 يا شباب؟ تقول لي الجذر التكعيبي لألف أس 3 أو ألف تكعيب بيساوي كام؟ ألف. أيا كان بقى الألف ده موجب، يبقى الألف الناتج اللي تحت الجذر اللي بره الجذر تطلع موجب. لو الألف اللي تحت الجذر دي سالب، يبقى ما تحت الجذر ما الناتج يطلع معايا بالإيه؟ بالسالب. مثال كده صغير، لو أنا عندي الجذر التكعيبي مثلا ل27 يساوي الجذر التكعيبي ال27 دي عبارة عن 3 أس 3، صح كده؟ يبقى هيساوي كام الناتج؟ هنا يساوي 3. طيب لو قلنا الجذر التكعيبي لسالب 27 هتبقى الجذر التكعيبي لسالب 3 أس 3، يبقى على طول الناتج هنا بسالب 3. وضحت كده يا شباب؟ أتمنى تكون وضحت. طيب أنا عايز برضو تكونوا انتوا يعني ما شاء الله عليكم تبقوا شاطرين دايما. ممكن تعمل جدول لنفسك كده اهو، جدول مكعبات. ازاي؟ بص كده، يعني عندك واحد تكعيب يساوي واحد، يبقى الجذر التكعيبي الواحد واحد. 2 تكعيب بيساوي 8، يبقى الجذر التكعيبي ل8 يساوي 2. 3 تكعيب يساوي كام؟ 27، يبقى الجذر التكعيبي ل27 ب3. 4 تكعيب يساوي 64، يبقى الجذر التكعيبي ل64 يساوي 4. عندك 5 تكعيب يساوي 125، يبقى الجذر التكعيبي ل 125 ب5، وهكذا. الجذر التكعيبي أو 6 تكعيب ب 216. يعني أحفظ يعني ممكن أحفظ لغاية أول 9 أرقام، هيبقوا سهلين معايا وهيسهل معايا في حل المسائل. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف بعض الأمثلة ونطبق الحل عليها إن شاء الله، علشان ناخد أسئلة تفاعلية ونقيس مستوانا وفهمنا للأفكار بتاعة الدرس. تمام؟ بس قبل ما نتعرض للأسئلة، في جزئية حابين نتكلم عليها، اللي هي طريقة إيجاد الجذر التكعيبي. تمام؟ إيه هي بقى الطريقة اللي أنا أقدر أحسب بيها الجذر التكعيبي؟ هما الحقيقة طريقتين يا شباب، في طريقة سهلة وفي طريقة سهلة برضه. أول حاجة بنستخدم الآلة الحاسبة، دي فيهاش مشكلة، كلنا نعرف نجيب الجذر التكعيبي باستخدام الآلة الحاسبة. تمام؟ طب الطريقة التانية دي أخدناها زمان، اللي هي باستخدام التحليل، تحليل العدد بالنسبة لعوامله الأولية يا شباب. تمام؟ تحليل العدد، يعني كلمة تحليل معناها إيه؟ يعني تحليل العدد إلى حاصل ضرب عوامله
الأولية. طيب حد فاكر يا شباب الأعداد الأولية؟ تعالوا نفتكر كده مع بعض الأعداد الأولية اللي احنا في الغالب هنستخدمها في التحليل. طبعا الأعداد الأولية كلها فردية ما عدا الاتنين. الأعداد الأولية تبدأ معايا 2 ثم 3 ثم 5. طبعا العدد الأولي الذي له عاملي قسمة فقط نفسه لواحد الصحيح. عندي هنا 7 11 13 17 19 23 29 وهكذا. دي أعداد أولية. يبقى أنا هنشوف العدد اللي معانا ده بيساوي كام في كام في كام، حاصل ضرب أعداد أولية. طب ناخد مثال كده صغير وبعد كده نطبق في سؤال. مثال كده اهو. باستخدام التحليل أوجد الجذر التكعيبي للعدد 216. طيب هنعمل ايه بقى يا شباب؟ هنروح جايين كده اهو عاملين المسودة بتاعة التحليل اللي خدناها في رابعة ابتدائي لو فاكرين، وهنيجي نكتب هنا 216. طيب ونشوف أول عدد أولي عندي اللي هو كام؟ الاتنين. هل ال 216 يقبل على القسمة على 2؟ يقبل لأن ده عدد زوجي. فنروح جايين هنا كاتبين على 2. 2 على 2 فيها الواحد، 1 على 2 ما ينفعش نحط صفر، ونقول 16 على 2 فيها الكام؟ فيها التمانية. هل ال 108 تقبل على 2؟ ما زالت تقبل القسمة على 2، يبقى نقسم على 2 برضه. نقول 10 على 2 فيها الخمسة، و8 على 2 فيها الأربعة. هل ال 54 تقبل القسمة على 2؟ تقبل على 2، يبقى نقسم على 2. هيبقى هنا 5 على 2 فيها الاتنين ويتفضل معايا واحد، يبقى 14 على 2 فيها الكام؟ فيها السبعة. هل ال 27 يا شباب تقبل القسمة على 2؟ لا. طيب نشوف اللي بعد الاتنين كام؟ 3. هل ال 27 تقبل القسمة على 3؟ تقبل، لأن 7 و2 9، والتسعة من مضاعفات التلاتة. يبقى نقسم على كام؟ على 3. 27 على 3 كلنا عارفين بكام؟ 9. 9 تقبل على 3؟ طبعا تقبل على 3. 9 على 3 فيها الكام؟ 3. 3 تقبل على نفسها، يبقى الناتج هنا 1. طالما يا شباب وصلت هنا إن ده 1، خلاص يبقى كده عملية التحليل انتهت. هنبص هنا يبقى هنا عندك ال 216 بيساوي 2 في 2 في 2 في 3 في 3 في 3. يبقى ناخد من كل 3 حاجات زي بعض واحد يعني عنصر، يعني 2 في 2 في 2 ناخد منهم 2، و3 في 3 في 3 ناخد منهم كام؟ 3. يبقى الجذر التكعيبي ل 216 هيساوي 2 في 3 يساوي كام؟ 6. ده هنا يا شباب باستخدام التحليل. تمام. هنا طبعا يعني للعلم وتعرف ازاي انك انت تجيب الجذر التكعيبي للعدد النسبي باستخدام التحليل، لو انت تعذر وجود الآلة الحاسبة معاك او ما عرفتش تستخدمه. تمام يا شباب. تعالوا ناخد مثال وبعد كده نشوف سؤال تفاعلي. يلا بينا. هنا مسألة بتقول لي أوجد مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية في نون. خلي بالنا في نون يعني مجموعة الأعداد النسبية، يعني لازم الناتج يطلع معايا عدد نسبي. أول واحدة س تكعيب يساوي 8. دي أول معادلة. الهدف يا شباب من أي معادلة تجيني إن أنا أجيب قيمة السين، يعني أقول إن في الآخر س تساوي. تمام؟ طيب أنا عندي هنا س تكعيب. خلي بالك بقى، هكتب لك كده في الشمال ملحوظة مهمة. لما يكون عندي س تكعيب وعايز السين يبقى نجيب الجذر التكعيبي. تمام؟ يعني عكس التكعيب
الجذر التكعيبي. ماشي. وخلي بالك برضو لو عندي تربيع يبقى عكس التربيع ان احنا نجيب الجذر التربيع. تمام. طيب يبقى هنا لما نيجي نحل يا شباب هنعمل ايه؟ هنقول باخذ الجذر التكعيبي للطرفين. الطرفين اللي هم مين؟ س تكعيب و8. يبقى هنقول هنا الجذر التكعيبي لس تكعيب يساوي الجذر التكعيبي ل8. تمام. طبعا الجذر التكعيبي لس تكعيب بس، والجذر التكعيبي ل8 بكام؟ ب2. هل الاتنين ينتمي لنون؟ ينتمي إلى نون. يبقى تكتب كده إذا مجموعة الحل تساوي المجموعة 2. اوعى تسيبها كده يا س طالما قال لي أوجد مجموعة الحل يا شباب، خلي بالك أوجد مجموعة الحل يبقى لازم هنا تتكتب الناتج كده في الصورة دي. تمام؟ طيب تعالوا نشوف سؤال تفاعلي ونشوف احنا فهمنا الجزئية دي ولا لأ، وبعد كده نكمل أسئلة وتمارين. السؤال هنا بيقول مجموعة حل المعادلة س تكعيب ناقص 1 يساوي 26 في نون هي 3 سالب 3 المجموعة 3 المجموعة سالب 3. نركز ونخلي بالنا من السؤال بيقول ايه. هنا بيقول لي مجموعة حل، يبقى شوف قيمة س اللي تحقق المعادلة ونقول مجموعة حل. شباب في ملحوظة مهمة جدا بنستخدمها في حل المسائل، وركز معايا كده. هنكتب كده ملحوظة هامة. هي يا أستاذ الملحوظة الهامة، خلي بالك لما يكون عندي الجذر التكعيبي لألف أس ن، ده هيساوي ألف أس ن على 3. طيب واحد دلوقتي يا أستاذ أنا مش فاهم. حاضر أقول لك بقى، عشان نفهم لازم ناخد مثال. بص بقى معايا، الجذر التكعيبي لألف أس 6 يساوي ألف أس 6، شلنا النون وحطينا 6 واقسم على 3. 6 على 3 يساوي كام؟ يساوي 2. يبقى ألف، يبقى الجذر التكعيبي لألف أس 6 يساوي ألف تربيع. تمام. طيب مثال تاني، خدنا بالنا من الملحوظة دي يا شباب. ناخد مثال تاني. الجذر التكعيبي لألف أس 9 ب أس 12 هيساوي، مفيش أي مشكلة، هيساوي ألف أس 9 على 3 ب أس 12 على 3 يساوي ألف تكعيب ألف أس 3 يعني ب أس 4. 9 على 3 فيها 3، 12 على 3 فيها 4. تمام يا شباب؟ فهمنا الحتة دي؟ طب نقدر نحل السؤال اللي جاي ده، السؤال التفاعلي اللي جاي ده؟ يلا بينا. ودي من أسئلة الاختبارات يا شباب، بتجيلنا حاجة زي كده في أكمل أو اختيار. تعالوا نشوف مع بعض السؤال ونشوف فهمنا دي ولا ما فهمناش. هنا هنقول الجذر التكعيبي لس تكعيب صاد أس 24 هيساوي نقط. هنختار بقى من الإجابات. هيساوي س أس 9 صاد أس 72. تمام. الإجابة التانية س
صاد أس 8. الإجابة التالتة س صاد أس 2. الإجابة التالتة أو الرابعة س صاد أس 4. تمام؟ السؤال الثاني على هذه الجزئية، الجذر التكعيبي لس أس 6، خلي بالنا، هنا بقى مش يساوي نقط، هيساوي الجذر التربيعي لنقط. تمام؟ يبقى نطلع القيمة بتاعة الجذر التكعيبي لس أس 6 لوحدها ونشوفها بتساوي كام تحت الجذر التربيعي. هل تساوي س تكعيب؟ هل تساوي س تربيع؟ هل تساوي س؟ هل تساوي س أس 4؟ يبقى يا شباب نحط القيم دي تحت الجذر التربيعي ونشوف هل الناتج لما يطلع من الجذر التربيعي يساوي الناتج اللي يطلع من الجذر التكعيبي س أس 6 ولا لا. تعالوا مع بعض نشوف بعض الأمثلة التطبيقية أو تطبيقات على الجذر التكعيبي وناخد بعد كده تمارين. يلا بينا ناخد المثال التطبيقي ده يا شباب مع بعض ونشوف. هنا بيقول لي السؤال أوجد طول نصف قطر الكرة التي حجمها 4851 سنتيمتر مكعب. طبعا ده حجم، يبقى لازم وحدة مكعب. علما بأن باي بتساوي 22/7. باي اللي هي الطه يا شباب، النسبة التقريبية. تمام؟ وخلي بالك بقى حجم الكرة برضو اللي مش فاكر القانون اللي بنحسب بيه حجم الكرة، اللي هو بيساوي 4/3 باي نق تكعيب. تمام؟ تعالوا نحل يا شباب مع بعض ونشوف ازاي بنحل السؤال اللي زي كده. أول حاجة يا شباب، لو أنا عندي المسألة فيها قانون أو قاعدة بنكتبها. طب القاعدة اللي أنا عندي هنا إيه؟ حجم الكرة. يبقى نكتب كده مع بعض: حجم الكرة يساوي 4/3 في باي في نق تكعيب. اللي موجود عندي في المسألة يا شباب نحطه، واللي مش موجود يبقى هو ده أكيد اللي بيسأل عليه، هو بيسأل على نق. طيب تعالوا نمشي مع المسألة. حجم الكرة أهو كام؟ 4851 يساوي 4/3 تنزل، دي بتاعة القانون. باي مديها لي بكام؟ 22/7 أهي في نق تكعيب. تمام كده يا شباب؟ ركز معايا، هو عايز مين؟ نق. يبقى هنا ده احنا عايزين نخليه لوحده، نشفيه، نخليه في طرف. طب مين اللي مضايقني؟ مين اللي معاه؟ ده وده. طب اضرب كده الطرفين في مقلوبات 4/3 وال22/7. يعني هنعمل ايه؟ يعني هنا هنضرب ده عشان نتخلص من 4/3، نضرب في 3/4. يبقى نضرب هنا في 3/4 عشان نتخلص من 22/7. نضرب هنا في عكسها مقلوبها اللي هي 7/22. تمام كده يا شباب؟ نعمل كده في الشمال يبقى نعمل زيها في اليمين. يبقى نخلي النق تكعيب لوحدها كده اهو، هيساوي 4851 في 3/4 في 7/22. جا منين الكلام ده؟ ما احنا قلنا هنضرب الطرفين في المقلوبات بتاعت 4/3
وال 22 على 7 علشان يتفضل عندي نق تكعيب لوحدة. يبقى على طول هنكتب كده نق تكعيب يساوي، نخلي البسط يبقى هنا ده مقام واحد، يبقى البسط في البسط في البسط يبقى 4851 في 3 في 4 على المقام هنا يبقى عندي هنا كام؟ 4 في 22 هيساوي، نختصر كله كده مع بعضه، هيتبقى عندي الكلام ده ممكن استخدم الآلة الحاسبة عادي مفيش أي مشاكل. يبقى 9261 على 8. طيب ده مين يا شباب؟ ده نق تكعيب. يبقى أنا عايز نق، يبقى نعمل إيه؟ يبقى ناخد الجذر التربيعي للطرفين. يبقى نكتب كده ناخذ الجذر التكعيبي للطرفين. تمام؟ هيبقى عندي هنا نق يساوي الجذر التكعيبي ل 9261 على 8. طيب الجذر التكعيبي ل 9261 تمام يساوي كام؟ ممكن استخدم الآلة او احلل. هيساوي 21. والجذر التكعيبي ل 8 بيساوي 2. يبقى اذا الكلام ده هنا الجذر التكعيبي ل 9261 على 8 هيساوي 21 على 2 اللي هيساوي 10 5/10 سم. ده اللي هو مين يا شباب؟ ده اللي هي قيمة نق. يبقى هنا دي قيمة ايه؟ نق. بستخدم الآلة الحاسبة بتاعتي عادي في التبسيط وفي إيجاد الجذر التكعيبي، مفيش أي مشكلة. لو أنا عملتها على الآلة على طول جذر تكعيبي ل 9261 على 8 هيطلع معايا الناتج 10 و5/10 سنتيمتر. تمام يا شباب؟ طيب تعالوا ناخد سؤال تفاعلي على الجزئية أو المسائل التطبيقية، وبعد كده ناخد كم مسألة على الدرس ككل. تعالوا مع بعض نشوف. السؤال هنا بيقول لي طول حرف إناء مكعب الشكل، يعني الإناء ده على شكل مكعب، سعته 1 لتر. هو السعة يا شباب طالما سعة أو الحجم، يعني هنا الحجم 1 لتر أو السعة 1 لتر. خلاص؟ طبعا حجم المكعب بيساوي طول الضلع في نفسه أو مكعب طول الحرف يعني. فهنا الإجابة هل هتبقى 1 ولا -1 ولا نص ولا -نص؟ تمام؟ تمارين على الدرس. هنحل بعض التمارين وباقي التمارين هتبقى أسئلة تفاعلية. أول حاجة حل المعادلة الآتية في نون. المعادلة بتقول لي يا شباب نخلي بالنا س ناقص 2 الكل تكعيب يساوي 125. علشان نحل دي يا شباب هنحلها ازاي؟ نخلي بالنا انا عندي اتعامل مع القوس ده كله وحدة واحدة، ما تحاولش تفكه. تمام؟ اعتبر القوس ده بألف. تمام؟ يبقى نعتبر أن س ناقص 2 يساوي ألف. يبقى إذا ألف تكعيب
شيل السين ناقص نحط مكانها ألف، يساوي 125. يبقى إذا ألف ناخد الجذر التكعيبي للطرفين، يبقى الجذر التكعيبي ل 125 يساوي كام؟ يساوي 5. يبقى ألف يساوي 5. يبقى س ناقص 2 يساوي كام؟ 5. هو عايز س بقى، الألف ده أنا جبتها من عندي عشان تسهل عليا الحل. يبقى هنا نزود 2 في الطرفين، يبقى هنا الس، أو نودي السالب 2 الناحية التانية بعكس الإيه؟ الإشارة. يبقى س زائد 2، يبقى هنا 5 زائد 2 يساوي كام؟ 7. يبقى إذا مجموعة الحل هنا تساوي كام؟ هتساوي 7. تمام؟ نوضحها بس كده. تمام، دي كانت مسألة. هناخد مسألة مشابهة ليها في الأسئلة التفاعلية ونركز مع بعض. في سؤال تاني كده أهو، بعض المسائل اللي يعني تيجي على غرار أسئلة الامتحانات يعني. تمام، وهل تكن مثلا أسئلة أكمل. تمام يا شباب. هنقول أكمل كده. واحد، الجذر التكعيبي لسالب 8 الكل تربيع يساوي. تمام. طيب بص هنا يا شباب، طبعا هنا أنا عندي سالب 8 كل تربيع وبعد كده الجذر التكعيبي، يعني سالب 8 تربيع تحت الجذر. طب سالب 8 تربيع بكام أصلا يا شباب؟ يبقى نمشي مع المسألة واحدة واحدة. بص كده، يبقى هيساوي الجذر التكعيبي سالب 8 تربيع اللي هي ب 64. طب الجذر التكعيبي ل 64 بكام؟ برافو، يساوي 4. يبقى الإجابة هنا هتساوي كام؟ 4. تمام كده يا شباب، دي مسألة. ناخد مسألة تانية تقول لي الجذر تكعيبي الألف في الجذر التكعيبي سالب 8 من 1000. تمام، ولا يهمني الجذر التكعيبي الألف. نركز كده، ده بيساوي 10 لأن 10 تكعيب ب1000، يبقى الجذر التكعيبي الألف بيساوي كام؟ 10 في الجذر التكعيبي لسالب 8 من 1000 يساوي الجذر التكعيبي لسالب 8 على 1000 هيساوي، يبقى هنا 10 في الجذر التكعيبي لسالب 8 بسالب 2، والجذر التكعيبي ل 1000 ب 10، يبقى سالب 2 على 10. هنختصر دي يا شباب مع دي، هيساوي في النهاية كام؟ سالب 2. واحد شاطر سامعه دلوقتي يقول لي يا مستر دلوقتي أنا لو في الامتحان واستخدمت الآلة وطلعت الناتج والسؤال اختر أو أكمل، إيه الدنيا؟ تمام، ولا 10 على 10. ناخد مسألة أخيرة. تمام، بتقول لي جذر التربيع ال 25 ناقص الجذر التكعيبي لسالب 125 يساوي نقط. ركز معايا هنا، الجذر التربيعي ال 25 ب5 ناقص الجذر التكعيبي لسالب 125. خلي بالك الناقص اهي، دي اهي ماليش دعوه، دي بتاعت المساله. الجذر التكعيبي لسالب 125 بسالب 5، يبقى دي هتساوي 5 ناقص ناقص يبقى ايه يا شباب؟ يبقى زائد على طول. لما تلاقي المنظر ده ناقص ناقص يبقى زائد على طول 5، يبقى هتساوي كام؟ 10. يبقى هنا الإجابة بتاعتنا تساوي 10. تمام يا شباب، وهنا الإجابة كانت سالب 2. دي كانت بعض التمارين اللي فيها بعض الأفكار. تعالوا مع بعض نشوف
سؤالين تفاعليين نختم بيهم درس النهاردة، ونشوف طلابنا الجمال يعني مستوعبين ولا ايه الدنيا. يلا بينا. السؤال هنا يا شباب بيقول لي حل المعادلة س زائد 1 لكل تكعيب يساوي 27 في ن هو: هل المجموعة 3 أم المجموعة -3، المجموعة 2 أم المجموعة -2؟ دي الاختيارات بتاعت هذا السؤال. تعالوا نشوف سؤال تاني. السؤال بيقول جذر التكعيبي ل8 زائد الجذر التكعيبي ل8، هل هيساوي 4 أم -4 أم 0 أم 1؟ تعالوا نشوف السؤال الأخير في درس النهاردة. السؤال بيقول يا شباب المساحة الجانبية لمكعب حجمه 216 سنتيمتر مكعب. نخلي بالنا الحجم 216 سنتيمتر مكعب يعني وحدة مكعبة بيساوي نقط سنتيمتر مربع. السنتيمتر مربع ده اللي هي المقصود بها المساحة الجانبية. خلي بالنا من الملحوظة اللي بيقول إن المساحة الجانبية للمكعب اللي هي مساحة وجه في 4، يعني أجيب مساحة الوجه الواحد أضربها في 4 يبقى أنا كده جبت المساحة الجانبية. الاختيارات اللي معانا يا شباب: هل هي 36؟ الإجابة الأولى 36 سنتيمتر مربع يعني، ولا 6، ولا 144، ولا 216؟ وده كان آخر سؤال معانا يا شباب في درس النهاردة، ونشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم.